ياسمين رئيس هتتجوز ملكة جمال الفن في مصر، هتتجوز جوازة ولا أحلى من كده. عريسها رجل أعمال غني مع فلوس متلتلة. إيه أبرز تفاصيل فرح الفنانة ياسمين رئيس؟ مين هم الحضور؟ وإيه حكاية جوازها في التمثيل وفي الحقيقة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الليلة ليلة هنا وسرور، ملكة جمال الفن في مصر بتتجوز. النجمة ياسمين رئيس لسه واصلة من شوية لمقر حفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز. ياسمين ظهرت كعادتها جميلة جمال لا يوصف، لابسة فستان زفاف بسيط ظاهر جمالها الطبيعي اللي مفيش اتنين في مصر يختلفوا عليه. فستان من تصميم نور عزازي ومكياج ميرنا كازمان وشعر جوني وستايلست ندى حسام. هما دول السبب في الإطلالة الجميلة للفنانة ياسمين رئيس في فرحها. حفل زفاف ياسمين رئيس حفل عائلي بامتياز، مقتصر على العائلة وبعض الأصدقاء المقربين فقط، سواء من العروسة أو العريس. هما طالبين كده ومرتبين للفرح كده، وعلشان كده اعرفوا ان اللي هيحضر الحفل ده من الفنانين هيكونوا هما اقرب ناس للفنانة ياسمين رئيس في الوسط الفني. وبخصوص كلامنا عن المقربين منها والحضور، فاكتر ناس كانوا حريصين انهم يحضروا حفل الزفاف من بدري كانت الفنانة ميريهان حسين والفنانة دنيا سامي والفنان كريم فهمي وزوجته. دول اللي كانوا حريصين جدا على حضور عقد قران الفنانة ياسمين رئيس اللي اتعمل داخل القلعة. وخلال الساعات اللي جاية تقريبا وقت عرض الفيديو ده هتحتفل الفنانة ياسمين رئيس بزواجها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، وهو رجل أعمال مصري يعمل في مجال المقاولات ورياضي وبيحرص على ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة. راجل رياضي يعني بامتياز، وأيضا المدير المالي لشركة كبيرة في مصر، مهتم بالرياضة والجيم وشوية ليه في الصيد. العريس وفقا لمعلومات سبق وذكرها موقع صدى البلد الإخباري في تقرير ليه من فترة، فهو كان متجوز قبل كده من الابنة الصغيرة للفنانة رغدة، لكن انفصل عنها من 3 سنين تقريبا. وخلال الفترة دي اتعرف بالصدفة على الفنانة ياسمين رئيس، وحصل ما بينهم إعجاب ثم حب، واتطور الأمر لقرار بالجواز. يقال إنهم اتعرفوا على البعض في الأول على طريق الانستجرام، هو شافها حلوة فبعت لها وهي استلطفته فقابلت الإعجاب، والحكاية جت معاهم من هنا. لحد هنا نكون عرفنا مين هو زوج الفنانة ياسمين رئيس، يجي بقى الدور تعرفوا إيه حكاية زواجها في الفن كمان. لو فاكرين أول ما انتشرت صور للفنانة ياسمين رئيس بحفل حنتها، كان في ناس قالت إنها لا جواز ولا حاجة، وإن اللي هي فيه ده استعداد لفيلمها الجاي. في الفيلم ده ياسمين رئيس هتكون برضه عروسة. بتنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض خلال الفترة اللي جاية، ده بعد انتهائها منه قبل فرحها. وبتقدم ياسمين بطولة الفيلم وبيشاركها فيه أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمي جمال وسلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين. والفيلم نفسه من تأليف وإخراج جيلان علاء في أول تجاربها الإخراجية. في النهاية تحبوا تقولوا إيه للفنانة ياسمين رئيس بمناسبة حفل زفافها؟